علمنا القرآن أن في خرق السفينة خير، وفي قتل الغلام خير، وفي إلقاء الأم رضيعها في اليم خير، وفي رمي الإخوة أخاهم في الجب خير. فكيف نشك في تدبير الله؟ بل نقول اللهم صبرا على ما لم نحط به علما، واللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. هاخدكم النهاردة معايا في جولة كده في السوبر ماركت. الحقيقة اول ما صحيت شربت مشروب كده حلو جدا، هنزل لكم طريقته ان شاء الله. ممكن النهاردة بالليل الساعة 8 كده انزل لكم الشورت. هيكون مشروب شتوي لذيذ جدا جدا، حلو قوي، جربوه. وكمان طعمه جميل ومهدئ كده وخطير. بعد ما شربته نزلت بقى كده السوبر ماركت وحبيت اشتري شوية حاجات، فقلت اخدكم معايا في جولة في السوبر ماركت. اتفرجوا كده بقى على الحاجات وعلى اسعار الحاجات، وقولوا لي لو عايزين تسألوني في اي حاجة. المكان ده فتح الله، بس فرع 45 على البحر. الناس اللي موجودة في اسكندرية الحقيقة يعني جبت شوية حاجات كده هوريها لكم، والمكان والله بجد حلو جدا، عجبني. وكمان في عروض حلوة قوي علشان الفرايداي، الوايت فرايداي او الاورنج فرايداي زي ما فتح الله مسميها. العروض حلوة جدا. انا جبت بقى شوية حاجات. جبت المربى دي، سعرها كان 23 جنيه، وحلوة قوي بصراحة، طعمها لذيذ، ومكتوب عليها ان هي ما فيهاش مواد حافظة، وكمان مش مسكرة قوي، فحبيت طعمها. كمان جبت شوية حاجات كده علشان لما فيروز تطلب مني حلويات، وجبت كمان شوكولاتة قابلة للدهن، كان عليها عرض، كان الكيلو ب135، فجبت علبة كيلو. جبت كمان شوية شوكولاتات كده اللي هي بتاعة التورت السمكات دي. قلت هجربها، بس هي مش حلوة يعني، غالية قوي بصراحة. الكيلو سعره 275، وطعمها مش حلو يعني. انا فكرتها زي الشوكولاتة الكيت كات اللي هي مقاطعة، بس للأسف ما كانتش حلوة. جبت كمان عيش كايزر، جبت جيلي، جبت انواع مختلفة من الجيلي عشان صراحة فيروز حبته قوي بالموز. جبت اناناس، جبت فراولة، جبت توت، وجبت كريز، وكمان جبت شوية سوسيس هنعمل بيهم وصفة حلوة جدا وهنزلها لكم قريب بإذن الله. كمان جبت نشا، وجبت توابل، جبت كمان شوية حاجات كده للتسالي. وطبعا البهارات. حبيت ان انا اقول لكم حاجة، ان هي لما بجيبها من فتح الله بتبقى حجمها اكتر من اللي بجيبها من العطار، لان بحس ان العطار مش بيوزنها. جبت كمان ترمس، وجبت حمص، وجبت فشار. جبت كمان العصير الباودر ده، بحب يبقى موجود عندي في البيت اذا جالي ضيوف على غفلة او اي حاجة، يبقى موجود عندي في البيت. وكمان صوص الشطة ده مش بنستغنى عنه. كمان جبت البقسماط ده بتاع فتح الله، هجربه. هو المخبز بتاعهم حلو، بس انا حاسه ان اسعاره غاليه سيكه. كمان بما اني كنت هناك فاشتريت لبن بالمرة، يعني لاني كده كده اللبن من المشتريات الاساسية اللي انا بجيبها اسبوعيا، فقلت بالمرة طالما يعني هناك في السوبر ماركت فاشتريه بالمرة. كمان جبت زيت الزيتون ده، كان عليه عرض وكان سعره 80 جنيه. هو 250 ملي، هجربه واقول لكم رأيي فيه. وجبت كمان الصلصة دي، بحبها جدا ولونها بيبقى حلو قوي، وطعمها بيبقى لذيذ في الاكل. هبدأ بقى ان انا ارتب المشتريات كده في منظم، بحيث ان هم يبقوا سهل ان انا اوصل لهم ويكونوا مترتبين وما يعملوليش كركبة، لان هم زي ما انتوا شايفين كده حاجات كتيرة وحاجات صغننة، فانا بحب الحاجات دي كده المها في منظم. بس بعد كده شلت الشوكولاتات في التلاجة طبعا علشان ما تسحش ولا اي حاجة، والباقي حطيتهم في الدولاب. بس زي ما انتوا عارفين الناس اللي متابعيني، انا بحب المنظمات جدا، بحس ان هي بترتب شكل الدواليب، بتلم الحاجة اللي متكركبة، بتحطي فيها حاجتك وتبقي عارفة مكانها فين. فبالنسبة لي المنظمات اساسية في كل حاجة بصراحة. يعني مثلا المنظم ده انا بحط فيه اكياس التوابل عندي،
وكمان بحط فيه البيكنج باودر والفانيليا والخميرة، كل حاجة عبارة عن اكياس بحطها جواه. بصراحة بينظم لي الحاجة وبيخليها ما تتنطرش كده ولا كده ولا تتقلب ولا يحصل فيها اي حاجة. قولولي بتنظموا مشترياتكم ازاي، بتحبوا المنظمات ولا لا؟ وايه رأيكم في الفيديو بتاع امبارح، عجبكم ولا لا؟ هل حابين ان الفيديوهات تنزل من غير فويس اوفر ولا لا؟ في ناس بتحب الفيديوهات الهادية اللي بتكون باصواتها الطبيعية، وفي ناس يعني عادي بتحب مثلا اللي بيبقى مصور الفيديو يتكلم عليه. قولولي رأيكم في الفيديو بتاع امبارح، ولو لسه ما شفتهوش بليز شوفوه ان شاء الله يعجبكم. فيه برضو حاجات حلوة جدا انا عملتها. بعد ما خلصت تنظيم المشتريات بدأت اعمل الغدا، والنهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اكلة حلوة جدا وكلنا بنحبها، وهي يعني الصراحة من الاكلات اللي ليها ذكريات كده في الطفولة خطيرة. اول حاجة هقطع البصل وبعد كده هرفعه على النار. ايه رأيكم بقى نعمل النهاردة بسلة بالجزر؟ انا بحب قوي الاكلة دي. هشوح بقى البصل، يعني طريقتي دي هتبقى ني في ني، انا مش هسبك اي حاجة ولا هعمل اي حاجة صعبة، هنعملها بمنتهى البساطة. البصل هشوحه كده لغاية ما يدبل، وبعد كده هستخدم البسلة بالجزر اللي هي الفروزن او المجمدة. استخدمت النوع ده اسمه فارم فريش وحلو جدا بصراحة. انا هستخدم نص الكيس وده يعني يعتبر كفاية. الا لو هتعملوا مثلا اكلة على يومين ممكن تستخدموا الكيس كله، وانا بحب اضيف عليها بطاطس مكعبات. قولولي بقى طريقتكم في البسلة، بتحبوها بالطريقة دي ولا بتعملوها ازاي؟ انا بحب اعملها ني في ني كده زي ما انتوا شايفين، واخر حاجة بضيفها عليها فصين كده من الثوم، ببشرهم بالمبشرة. برضو بيدوا طعم حلو جدا، يا دوبك يطلع ريحتهم. وبعد كده بضيف عصير الطماطم او صلصة الطماطم اللي انتوا حابينه. ودي اسهل طريقة بعمل بيها البسلة او اي حاجة ممكن تتطبخ. كمان بسيبهم كده بقى يغلوا شوية، والبطاطس اول ما بتستوي بيكون خلاص كده الاكل جاهز. انا بغطيه واوطي عليه النار خالص وبسيبه يستوي على مهله. مجرد ما البطاطس تستوي خلاص كده بيكون جاهز تماما. وبس كده. قولولي عجبتكم الطريقة دي ولا لأ؟ ولو بجد انتي عروسة جديدة سهلي على نفسك وما تصعبيش الدنيا ان انتي تطبخي او كده، او لو اول مرة تطبخي فالطريقة دي سهلة جدا جدا. عايزة بقى اتكلم معاكم في موضوع الفويس اللي انا حطيته في اول الفيديو. ان احنا مش بنبقى عارفين الخير فين، وممكن نكون شايفين الحاجة قدامنا ان هي حاجة مش كويسة او حاجة فيها اذى لينا او ايا كان. بس يعني سبحان الله انك يبقى عندك يقين ان رب الخير لا يأتي الا بخير. دي حاجة كده بتريحك مهما انتي شايفة ان الحاجة اللي قدامك دي مش مناسبة ليكي، بس لا تقولي لا، الله اعلى واعلم، ولا ده احسن حاجة ليا، دي افضل. مثلا افضل اختيار كان المفروض ان انا اختاره. آم، عموما بقى يعني تطبقي الحاجات دي كلها في حياتك كلها. سبحان الله، يعني الواحد بجد يعني بيحصل معاه حاجات وفي الاخر يعني بعد ما المواقف دي تخلص ويفكر، يعني يقول سبحان الله ان دي كانت افضل حاجة كانت ممكن تحصل له. وان هو لو كان فكر وعصر دماغه ما كانش يعني هيوصل لتوفيق ربنا ده. سبحان الله، دايما ندعي ربنا ان هو يوفقنا لما فيه الخير لينا. ودايما نحط كده قدامنا قاعدة ان رب الخير لا يأتي الا بخير. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. دي طريقة الغرف الجديدة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم وتجربوها. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.